وبس. هل فكرت قبل كده إن الحل لإدمان الإباحية مش مجرد توقف عن المشاهدة، لكن الحل الحقيقي هو علاج الوحدة والعلاقات المشوهة؟ طب ليه بنقول كده؟ لأن المشكلة مش بس في المشاهدات على الأفلام الإباحية، لكن المشكلة الحقيقية في الوحدة اللي بتكبر مع الوقت لحد ما الشخص يحس إنه مش محتاج لأي علاقة حقيقية. الوحدة هي بداية طريق الإدمان. أغلب اللي وقعوا في إدمان الإباحية بدأوا وهم بيشعروا بوحدة وعزلة، ساعات بسبب الأهل المشغولين أو اللي مش فاهمين احتياجات أولادهم النفسية، وساعات كمان الطفل أو المراهق هو اللي بيعزل نفسه وبيكون شخصية مزدوجة، بمعنى شخصية محترمة قدام الناس وشخصية تانية لما يكون لوحده في السر، والنتيجة إدمان بيزيد وشعور أعمق بالعزلة لحد ما العلاقات الوحيدة اللي تبقى عند المراهق تبقى مع صورة خيالية مش مع ناس حقيقيين. العلاقات الغير صحيحة هي فتيل الإدمان. في الختام عايز أهدي الحلقة إلى روح الدكتورة شيري فؤاد، كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.